السلام عليكم متتبعين كي دايرين لاباس عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. جيت نشارك معكم جوج شكيلات ديال البحلاوه، جوج طرق، وانتم اختاروا الطريقه اللي تناسبكم. بسم الله على بركه الله. عندي هنا كاوكاو، كيلو ديال الكاوكاو كنحمروه في الفران وكنطحنوه تنخليوه بحال كونكاسي، ما كندعقوش بزاف. عندي نص كاس ديال سكر كلاصي، ممكن تكتفي غير ربع كاس. معلقه ديال القرفه، مسكه الحره، غادي نزيدو رشه ملح ضروريه تتنسم لينا العقده ديالنا. نص كاس ديال الزبده، الزبده تكون ممتازه خاصه بالاكل. انا خدمت بزبده سونطرال. ربع كاس ديال المزهر، وتنخليوها ناشفه شويه هاد العقده. والشكل الاخر اللي غادي ان شاء الله نشارك معكم راه كنجمع العقده، كنزيدها الزبده وما زهر حتى تتجمع تولي عقده. هنا كنخليوها هكا مكسكس بحال هانتوما شوفوا الطريقه كيفاش، راه الفيديو شارح نفسه. بالنسبه للطريقه اللي تنعمروا اللاطه تنحتاجوا هاد العقده تكون هكا، تكون مكسكسه. غادي ان شاء الله نخدم بهاد لاباط فيلو اللي باش غادي نخدم. كتجي البحلاوه بها رائعه، واللي بغى العجينه ديال البحلاوه من بعد ان شاء الله نشاركها معكم. غير بالنسبه لرمضان تيكون شويه تعب، اختاريت ندير لاباط فيلو. ضروري لاباط فيلو نديروها في واحد السربيته ونحاولوا نهزو منها باش بغينا نخدمو، ونعاودو نغلفوها ونخليوها باش ما يدخلهاش البرد. الا دخلها الهواء راه كتخسر. هذه كملاحظه. وبالنسبه للطريفات اللي تلقاو او اللي كانت مقطعه ولا راه كتخدم هاد لاباط فيلو كلشي، ولو تكون مقطعه راه كتخدم. تنعمروا بها غير الورقات اللي صحاح ومزيانين ما فيهم حتى شي حاجه كنخليهم من الفوق. ولا كاينه شي ورقه مقطعه راه كنديروها في البحلاوه لتحت ونخدموا ان شاء الله. هنا كناخذ اللاطه اللي بغيت ندير فيها بحلاوه، كندهنها بالزبده والزيت، خليط ديال الزبده والزيت. وندهنو حتى الجناب. ونسرحو الورقه في الداخل. بالنسبه للوراق اللي في لاباط فيلو غادي نفرقوهم، ممكن نديرو النص لتحت والنص الفوق، او لا ممكن ديروا الفوق اكثر من التحت، لكم الاختيار كل اشنو يبغي. نحاول ندهن تاني بالزبده الورقه، عاد نحط وحده على وحده حتى تندير القدر ديال الورقه اللي بغينا في التحت. هنا التحت ماشي مشكل نديرو المقطعه ونديرو الا شاطو لنا شي طريفات ماشي مشكل. اللي مزيانه نخليوها للفوق.
صافي انا من بعد ما درت العدد اللي بغيت كندير كاوكاو وكنغطيوها بالورقه وندهنو وكنقطعوها مربعات بالموس وندخلوها للفران. ملي تحمر تاخد اللون ذهبي كنخرجوها وكنسقيوها بالعسل، لان مشى لي هذا المقطع اللي فاش قطعتها وفاش دخلتها خرجتها معكم للفران، ما عرفتش فين مشى لي هذا المقطع. المهم الطريقه راه معروفه، كتقطعوها مربعات، ممكن ديروا 2 سنتيم، ممكن ديروا 1.5 سنتيم. هذا هو القياس اللي ديروا، اللي بغاها كبيره راه كيكبر، اللي بغاها صغيره يصغر. صافي كنحاولوا نغطيوها وندهنوا الورقه ونقطعوها، نعبروها ونقطعوها وندخلوها للفران. ملي تخرج كنديروها في العسل وتبات في العسل حتى الغد ليه، عاد تنحيدوهم، عاد تنعاودو نجرحوهم بالموس وتيتهزوا المربعات. وبصحة والراحة باش ندوزو ان شاء الله للطريقة الاخرى نشاركها معكم، والطريقة اللي عجبتكم نتوما تعتمدوها ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. هنا الطريقة الثانية هي قدامكم، كتشوفوا النتيجة. كنشدو لاباط فيلو، تنشد 3 الوراقي اولا 2 نتوما على حساب اللي بغيتو. هذه خرجت ليا شويه كاع مقطعه، ولكن راه خدمت بها لاباط فيلو، واخا تكون مقطعه راه تخدموا بها. كنرشها حتى هي بالزبده، وعلى فكره ما قلت لكمش الزبده كنديروها نوازيت، كنردوها تغلى مزيان حتى تحيد منها ديك الكشكوشه بحال تنطيبوها تولي نوازيت، عاد تنخدموا بها. هنا شاركت معكم 2 ديال لي بودان الاخرانيين، سمحوا لي لان مع الضغط ديال الخدمه والعواشر كنخطف معكم غير شحال من شكل صاوبت، ولكن ما شاركتوش معكم. غادي نلوح لكم ان شاء الله غير الصور، ومن بعد ان شاء الله نشارك معكم. يفوت هاد رمضان والضغط ديال الخدمه صعيب شويه باش تصوير يوميا، سمحوا لي ما انا درت شحال من شكل ولكن ما شاركتش معكم كل شيء. هنا كنشدو العقده، راه نفس العقده غير هي كتكون تنجمعوها تنزيدوها الزبده وما زهر وندلكوها مزيان حتى تجمع لينا بحال عقده. هاي نفس الخليط اللي درت في الاول، اللي درت نفس الخليط. صافي كنحطها بحال بودانات، ولكن غادي نعطيهم فورمه ديال بحلاوه. هانتوما غادي تشوفوا. صافي هنا غادي نحاول نبسطهم واحد شويه باش نعطيهم الشكل ديال بحلاوه. هاد الطريقه جربتها وعجبتني وقلت نشاركها معكم. صافي تنبدا نجمع عليها الورقه ونرولي. هاد الورقه هادي غتخرج ليا 2 ديال لي بودان. حتى نوصل للوسط ونحبس ونخدم الجهه الاخرى ان شاء الله. غنمشي للجهه الاخرى ونبدا نحط الكاوكاو. ممكن ديروها بكاوكاو ممكن باللوز، نفس الطريقه.
صافي كنجمع عليها الورقه حتى هي ونبدا نرولي. صافي نوصلهم الوسط كنشدهم بحال هكا وكنقطعهم بالقطاعه ديال البيتزا. صافي كنهزهم كنحطهم في اللاطه ونمشي على هاد الطريقه حتى تنكمل ان شاء الله. نحاولوا نبسطوهم ونعطيوهم فورمه ديال بحلاوه. ما يهمكمش هاد جناب هما باقي يتقطعوا. ملي كنشدها كنقطعها مربعات، دغيا كتقطع بموس، كنقطع مربعات اللي بغينا كندخلوها للفران حتى تاخد لينا لوين اللي هو ذهبي، ونخرجوها نسقوها حتى هي بالعسل ونخليوها حتى تبات نفس الطريقه اللي تنديروا البحلاوه الاخرى. هانتوما اللي شتي تتحكموا فيهم وتهزوهم. هنا قطعتها وشديت الجناب، دوك الورقه اللي قطعت من الجناب ودرتها من فوق كل مربع وتندهنها بالزبده. هاد الفكره غير جاتني ودرتها، درت الورقه وجات رائعه في المنظر. صافي تندهنوها وندخلوها للفران حتى تطيب، ونحاولوا الا هي سخونه نكبوا عليها العسل بارد. العسل بارد سخون نخليوها هي تبرد عاد نكبوا عليها العسل. هنا هي خرجتها من الفران خويت عليها العسل خليتها تبات. ها هي الصباح كيفاش صبحات درت كبيت عليها عفوا رشيت عليها غير بيستاش المغشوش اللي كيقولوا ليه في السوق. اللوز تيكون بمذاق البيستاش. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي معلكه ورائعه وبصحه والراحه، وكنتمنى تجربوها وتعجبكم. في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.